السلام عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم مرحبا بكم معايا في جولة خفيفة في مدينة وهران الباحية. هنايا من مدينة وهران رانا متوجهين إلى مدينة مسرقين. جاية في طريق حي موشنت. كنت معروض عند صديق، فهنا رانا في الطريق، كانت يعني الأجواء رائعة جدا. وهنايا كانت في شهر فيفري على ما أعتقد، يعني الفيديو شوية قديم. الأجواء كانت مشمسة وكانت رائعة جدا، وجو طبيعي، طبيعة خلابة. هنايا أنا لحقنا لمدينة السالكين وتوجهنا إلى منزل هذاك الصديق، وين أنا اللي درت العشاء. كما راكم تشوفوا هذه الوصفة تاعي، معروف بها، وين نروح نديرها وين نروح نطيبها. حاجة خفيفة وظريفة وتشبع وما تديش وقت بزاف. تعشينا ووجدنا واحد البروجي كنا نخدمو فيه، والصباح رحنا باش نبوزوه ولا نحطوه في إحدى المؤسسات الجزائرية في وسط مدينة وهران. وهنا رانا متوجهين لوهران، وهذه الدخلة تاع وهران قاع تعرفوها، على طريق الباهية. فوالا كذلك أنا نبغي نصور بهذا الأسلوب، كنت نصور بزاف ديجا لي ستوري قاع نصور معاك. هنايا هذا مسجد الأمير عبد القادر، نعم، تحفة رائع جدا، جاي في الدخلة تاع وهران في طريق الباهية. وكما قلتلكم اليوم نبغي نصور هاد الجهة باش نديرها في الستوري تاوعي. شوفوا ما شاء الله الجو كان رائع، الشمس، الطبيعة. وهنايا هذه هي طريق تاع الباهية. نخليكم شوية تسمعوا شوية الموسيقى تاع بلال ونعاود نكملوا التسجيل. هنا رانا قربنا للرون بوان تاع الباهية، اللي منها تقدر يعني هذه هي الدخلة تاع وهران كي تجي من الغرب ولا من لوطوروت، طريق السيار. هذه هي الدخلة تاع الباهية. تقدر تروح للسونتر فيل، تقدر تروح لويستو، سيتي جمال، مسجد النوباليس، هذا قاع يجي في الجهة. كيما تقدر تروح لمحطة المسافرين، وكاين تانيكس لسونتر فيل، وكاين بزاف تدي بزاف البلايص، يعني جاية في موقع استراتيجي. هنا رانا رايحين متوجهين للجهة تاع سوناطراك ومسجد ابن باديس، راهم يبانو في زوج. سوناطراك هاهي القدام، ومسجد ابن باديس ثاني من أجمل المساجد في وهران وفي الجزائر على العموم، رائع جدا. فوالا انا هنا ما صورتش بزاف، ما صورتش كلشي، صورت غير لي ستوري زعما بهم اللي دارت هذا الفيديو طويل شويه مليح، ميني فلوغ. حنا راح ندخلو هاد المؤسسه باش نحطو واحد المشروع، تما كي قرب ندخلو ما صورش الاخر، صورت مباشره قبل، وبعد اللي كيخرج توجهت للطرام، تما مانيش مصور يعني داخل في المؤسسه. فوالا هذه سوناطراك راهي قدامنا اكزاكتومون، والمسجد ابن باديس راهو على الجهة اليسرى. يعني اللي يزور وهران ولا ما يعرفش وهران ولا يبغي يجي لوهران، في الطرام يحطكم عند يعني كاين لاري تاعه عند مسجد ابن باديس. ننصحكم انه كي توصلوا عند مسجد ابن باديس في لاري هذاك انزلوا هبطوا، شوفوا تصوروا فيه، يعني ما شاء الله رائع، ويعاودوا كملوا الطريق تاعكم عادي. دخلنا في هذا النفق، وهنايا راني في الطرام. هنايا نورمالمون راني كي هبطت في المشتالة، باسكو ما هبطش للطرام يديك المحطة تاع حي الصباح مباشرة يحطك فيها. ولكن انا نظن كنت هبطت في لاري تاع المشتالة، قضيت تانيك امور شريتهم، وعاودت رحت عاطي للمحطة على ما اعتقد. نظن هذه المشتالة هنايا، لاري تاع المشتالة اللي يعرفوها تاع البيتينير يعرفوها هكذا، اللي حتى الجامعة هكذاك. فوالا وعاودت هنا راني كي هبطت من البيبينيال شريت امور. هنا عاودت توجهت للمحطة تاع حي صباح، محطة جديدة هذه خاصة برحلات تاع الغرب، كل ولاية الغرب. واستنينا داك النهار نشفى بزاف، يعني 1 ساعتين من التسويع روطار، ولا ديستيناسيون تاعي تيارت هي اكزاكتومون. اذا نخليكم ونقول لكم السلام عليكم، تهلاو في روحكم، الى الملتقى ان شاء الله.